النهاردة هنتكلم عن حاجة كلنا بنحبها، الأفلام، السينما بشكل عام، وإيه أول فيلم اتعمل في التاريخ، وإزاي السينما اتطورت من أيام الأبيض وأسود لحد ما وصلنا للأفلام اللي بنشوفها دلوقتي. هنتكلم عن أفلام جمعت ملايين وأفلام خسرت ملايين، بس برضه كانت علامات في تاريخ السينما. لو بتحب السينما وعاوز تعرف حكايتها يبقى كمل الفيديو للآخر ويلا بينا. كل حاجة بدأت من باريس سنة 1895 لما الأخوين لومير صنعوا أول فيلم في التاريخ، وكان اسمه خروج العمال من مصنع لومير. يعني العمال كانوا خارجين من المصنع عادي وما يعرفوش إن هم بيعملوا التاريخ. ده كان أول عرض سينمائي قدام الجمهور. العرض ده كان أقل من دقيقة، عبارة عن عمال بيخرجوا من المصنع. وسنة 1896 يعني بعدها بسنة على طول يتم عرض فيلم وصول القطار إلى محطة لاسيوتا. وبعد 11 سنة من إنتاج الأفلام القصيرة تنتهي هذه الحقبة بأول فيلم طويل، وهو الفيلم الأسترالي ستوري أوف ذا كيلي جانج، إنتاج سنة 1906. ده كان نقطة تحول في السينما، لأن ده أثبت إن الجمهور بيحب الأفلام الطويلة مش مجرد مشاهد قصيرة أقل من دقيقة. طبعا الأفلام كلها كانت بالأبيض والأسود لحد ما في العشرينات جت تقنية التكنيكولر، وأول فيلم بالكامل بالألوان كان The Toll of the Sea، إنتاج سنة 1922. ولكن الفيلم اللي غير اللعبة بجد كان فيلم The Wizard of Oz. كان فيلم ملون بالكامل وأبهر الجمهور بالألوان الزاهية بتاعته. إيه اللي خلاهم يبتكروا فكرة الأفلام الملونة؟ ببساطة الأفلام اللي بالألوان كانت أكثر جذبا للجمهور وزودت من جاذبية السينما بشكل عام، وكانت التكنولوجيا دي فعلا الجيم تشينجر في عالم الأفلام. أول حاجة بتيجي في بالنا لما بنسمع البوكس أوفيس هي الإيرادات. بما إننا جبنا سيرة الإيرادات يبقى لازم أعمل لكم مقارنة لذيذة جدا بين إيرادات أفلام الأبيض وأسود وأفلام الألوان في كذا دولة من الدول المشهورة بالسينما. في أمريكا سنة 1903 كان عندهم فيلم The Great Train Robbery للمخرج إدجار بورتر، اللي يعتبر أول فيلم أكشن في التاريخ. تكلفة إنتاج الفيلم كانت $150، وإيرادات الفيلم كانت $27500. وأول فيلم أمريكي بالألوان كان The Toll of the Sea سنة 1922 للمخرج تشستر فرانكلين. تكلفة إنتاج الفيلم كانت $1,000,000. شايفين الفرق؟ وإيرادات الفيلم كانت $2.5 مليون. ونيجي بقى للمحبوبة مصر، اللي دخلت عالم السينما سنة 1923 بفيلم ليلى للمخرج الإيطالي الأصل ستيفان روستي، واللي قامت ببطولته كانت الفنانة عزيزة أمير، اللي كانت تعتبر نجمة السينما في الوقت ده. تكلفة إنتاج الفيلم كانت 1000 جنيه مصري، وإيرادات الفيلم 5000 جنيه مصري. وأول فيلم ملون مصري كان فيلم بابا عريس سنة 1950 للمخرج حسين فوزي. تكلفة إنتاج الفيلم كانت 30,000 جنيه، والإيرادات كانت 120,000 جنيه مصري. ونروح لليابان وسحر السينما سنة 1954. أكيرا كوروساوا قدم لنا فيلم الساموراي السبعة، واللي يعتبر واحد من أعظم الأفلام في التاريخ. الفيلم ده كان بيحكي عن مجموعة من الساموراي بيحموا قرية صغيرة من قطاع الطرق. هتقولي ثانية واحدة، أنا افتكرت حاجة. هقول لك، وأنا افتكرت 3 حاجات: فيلم The Magnificent Seven 1960، وفيلم شمس الزناتي، وفيلم The Magnificent Seven 2016. الأفلام دي كلها في الأصل قصة يابانية. فيلم فورست جامب، الفيلم ده كان له تأثير كبير في تغيير مسار السينما. الفيلم حقق نجاح نقدي وتجاري. تكلفة الإنتاج كانت $55 مليون، وإيرادات الفيلم كانت $678 مليون. ونروح ل 2009 وفيلم أفاتار، من أكثر الأفلام تكلفة وتحقيقا للأرباح، بتكلفة إنتاج $237 مليون، وإيرادات الفيلم كانت $2 مليار
و700 مليون دولار. طبعا لازم نعرف ان في افلام زي ذا دارك نايت وماد ماكس اللي اظهرت ابداع في التصوير والاخراج. في النهايه السينما مش مجرد افلام بنشوفها وننساها، دي قصص بتحكي عن حياتنا، مشاعرنا واحلامنا، من اول فيلم مصنع لومير لحد النهارده. السلام عليكم.